اقعد يلا يا جبريل. ها خلاص، مش عايز نفس بقى يا جماعه، خلاص. ها حنين، مفيش حد يفتح الباب. مش عايز نفس بقى يا اخوانا خالص. قاعد مركز كويس جدا، قاعد مركز كويس جدا. مش عايز واحد قاعد بيتنفس، بيتشارك بس معاه في الحصه، لا اكتر ولا اقل. طيب هنتكلم مع بعض على الجزء الاخير بالنسبه للدرس الرابع او الدرس الثالث في الباب الاولاني. هنتكلم عن حاجه اسمها التركيز والتخفيف بالنسبه للمحاليل. حبايب قلبي، انا حصه الجمعه كنت اشتغلت معاك وقلت لك ان كلمه عدد المولات انا ممكن اعوض عنها من مثلث التركيزات عن طريق ان انا اضرب مين في مين. قلت لي يومها انك تعرف تضرب عدد المولات عن طريق انك تجيب ضربه الام في الفي، يبقى عدد المولات من مثلث التركيز مين في مين؟ ام في في. عدد المولات يا باشا من مثلث التركيز بيساوي مين في مين؟ ام في في، بشرط يا مستر ان الام دي كده بتعبر عن التركيز وان الفي بيعبر عن الحجم، بشرط ان الحجم يا مستر يكون بوحدة اللتر. مستر لو الحجم ما كانش باللتر وكان مثلا بالملي لتر، احوله لايه؟ للتر عن طريق ان انا اضرب في 10 السالب. المهم ان لما يكون معايا اي تمييز تاني غير اللتر، اي تمييز تاني غير اللتر، ببدا احول الحجم اللتر. مركز؟ قلت لها مستر مركز. يبقى ما هو قانون عدد المولات الاولاني بالنسبه للتركيزات؟ تقول لي ايه؟ تركيز في ايه؟ في حجم المحلول بوحده اللتر. طب من المثلث الاولاني احنا كنا بنقول ان عدد المولات بيساوي ايه على ايه؟ بيساوي مين على مين؟ يبقى حبايب قلبي من المثلث الاولاني كنا عارفين ان عدد المولات بيساوي كتله الماده على كتله المول. طيب مستر، نعم، لو الراجل المحترم ده كتلته قد دي والراجل المحترم ده كتلته قد دي، طب لما الراجل ده كتلته قد كتلتي وده كتلته قد كتلتي، يبقى الاثنين دول كتلتهم قد بعض. لو الراجل ده سنه قد دي والراجل ده سنه قد دي، يبقى الاثنين دول سنهم قد بعض. كتلة المادة على كتلة المول بتساوي عدد المولات، والتركيز في الحجم برضه بيساوي عدد المولات. يبقى القانون اللي هيبدأ يشغلني ويجيب معايا المسائل من أول خبطة، مين على مين بيساوي مين في مين؟ مش انتوا الاثنين بتساوي عدد المولات؟ يبقى انت بتساوي الاثنين دول، يبقى مين على مين بيساوي مين في مين؟ تقول لي كتلة المادة على كتلة المول بتساوي التركيز في حجم المحلول بالايه؟ باللتر. طبعا كتلة المادة على كتلة المول بالنسبة للمادة المذابة، يعني بالنسبة للمذاب بيساوي التركيز في الايه؟ بيساوي التركيز في الحجم. التركيز يا مستر هضربه في الحجم. وبكده يا مستر يبقى ده القانون اللي هيبدأ يحل معايا معظم المسائل عن طريق خبطة واحدة. في حل حلو وفي حل بتاع ناس إلى حد ما فاهمة قوي. بدل ما تجيب كتلة مادة على كتلة مول وتطلع عدد المولات، وبعد ما تطلع عدد المولات أساويها بالتركيز في الحجم، طب ليه اللفة الطويلة دي؟ كتلة مادة على كتلة مول بيساوي تركيز في حجم، واتكل على الله. دول كم متغير؟ 4. كتلة مادة كتلة مول تركيز وحجم. دايما يديني 3 ويسحب الرابع. يعني لو اداني كتلة مادة وكتلة مول وتركيز يطلب، اما لو اداني حجم وتركيز وكتلة مول يطلب، اما لو اداني حجم وكتلة مادة وكتلة مول يطلب. اقرا المسألة الأولى كده. احسب ايه؟ شوف انا بشاور فين، انا بقسم لك دماغك اللي هتبدأ تشتغل بيها. احسب تركيز المحلول الناتج من إذابة 71 جرام كتلة ايه؟ مادة. يبقى دي كده 71 جرام دي كتلة المادة من كبريتات الصوديوم. حلو، طب ما كبريتات الصوديوم من الأقواس أعرف أحسب لها كتلة المول، وأم اديني المحلول أبو حجم كام؟ 75 من 100. وبكده يا مستر أصبح معايا كل حاجة إلا التركيز. خلصت. أنا بفهمك تعمل إيه، ما حلتش لسه المسألة. طب هنا احسب إيه؟ أهي المعطى إيه؟ قال لك المعطى أنت عندك حجم المحلول بكام؟ معطى
تركيز بكام؟ معطى. الماده اسمها والاقواس بتاعتها اسمها كربونات البوتاسيوم، والاقواس بتاعتها هي اجيب كتله المول، وبكده يبقى اصبح الحاجه الوحيده اللي مجهوله هي كتله الماده. خلص. طب هنا يا مستر، عند اذابه 40 جرام من نترات الامونيوم، حلو، كتله الماده ايه؟ 40 جرام. نترات الامونيوم احسب منها كتله المول. التركيز مديهولي بربع، اصبح بالنسبه لي الحاجه الوحيده المجهوله هي الايه؟ الحجم. قال لي ايه؟ احسب حجم المحلول. يبقى هو نفس القانون هشتغل بيه كم مره؟ بس في كل مره بيديني 3 معطيات ومطلوب واحد. عوض يا مستر تعويض مباشر. اللي ماسك الاله الحاسبه ورايا عيل فنان، والتاني بيأكد على ارقامه. طيب هنا يا مستر هنتكلم، هتقول لي كتله الماده على كتله المول، مش عايز نفس يا جماعه، بيساوي التركيز في الحجم يا مستر. كتله الماده مديالك بكام؟ 71. كتلة المول من مين؟ كبريتات الصوديوم، رمزها Na2SO4. 2 Na يعني 2 في 23 زائد الاس ب 32 زائد الاو 4 في 16 تطلع 100 كام؟ لا 142 جرام لكل مول. بقول يا جماعه اللي ماسك الاله الحاسبه بيطلع ارقام مظبوطه. يبقى كتله المول من كبريتات الصوديوم ماده مشهوره جدا عندنا في الباب الثاني في ثالثه ثانوي، بنشتغل بيها تقريبا كل حصه. Na2SO4 كتله المول منها معروفه 142. حلو، ده كده نص مول. حلو، التركيز هو عايزه، احسب التركيز. قمت منزل الام زي ما هي. الفي باللتر ولا بالملي لتر؟ تشتغل زي ما هي، يبقى 75 من 100. بص كده، نص على 75 من 100. اشمعنى؟ مش انت عايز الام؟ هقسم على اللي جنب الام، يبقى نص على 75 من 100 تطلع يعني تلتين مولر، يعني علامه 6 6 6 6 6 6 6. صح كده يا مستر؟ انا حسبت له ايه؟ التركيز، وهو اصلا عاوز التركيز. حليتها بخطوه ايه؟ من غير عجن ومن غير لف ودوران. صعبه؟ المره دي المجهول هو الايه؟ قلت له بس طب ثواني بقى، تعالى. كتله الماده مجهوله، يبقى كتله الماده على كتله المول. الكلام ده يا مستر هيساوي ام في. مستر نعم، كتله الماده مجهوله، قمت كاتب اكس. طب كتله المول يا شباب من ماده اسمها كربونات البوتاسيوم K2CO3. يلا نحسب. قلت لي يلا نحسب زي ما حسبنا اللي فوق. 2K يعني 2 في 39 زائد 12 زائد 3 في 16. صليت على النبي. تطلع المعجنة دي كلها كام جرام لكل مول؟ 132 جرام. 138 138 جرام لكل مول. صعبة؟ التركيز مديهولي بكام؟ 4 من 10 مولاري. جاهزة. أما الكتلة هو عايزها. طب الحجم مديهولي كام؟ 500 ملي لتر. مستر أنا ما بشتغلش بالملي، أنا بشتغل باللتر. يبقى الحبيب قلبي ها 500 في 10 أس سالب 3. حبيب قلبي على الآلة الحاسبة تكتب إيه؟ مش أنت عاوز الإكس؟ طرفين في وسطين. نص في 4 من 10 في 138. تطلع كتلة المادة كام جرام؟ 27 وكم؟ زي الفل. جت معايا من خبطة ايه؟ واحدة. يبقى حبيب قلبي بدل ما اقول كتلة المادة على كتلة المول بتساوي عدد المولات، عدد المولات بيساوي التركيز في الحجم المحلول باللتر، واقعد اعمل خطوات كتيرة، هي نسبة واحدة قصاد بعض. ودي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها في ثالثة ثانوي عموما. بتقوم حاطط كله قصاد بعضه وتشغل المقص بتاعك، تشوف المادة بتاعتك ايه المجهول فيها وتحسبه عن طريق الرياضة. صعبة؟ صعبة؟ الكلام اللي بقوله ده كده فيه مشكلة؟ طيب اللي فوق عند إذابة كام جرام؟ 40. كام جرام؟ 40. ال 40 جرام دول يا مستر من مادة اسمها نترات الأمونيوم. قلت لي خلاص، يبقى كتلة المادة ها بتاعت المذاب على كتلة المول. الكلام ده يا رجالة هيساوي التركيز في الحجم، بس الحجم لازم يكون بالإيه؟ قلت له يا باشا هو اصلا عاوز حجم المحلول. قمت مبروز قلت انت عايز الحجم خلاص. كتله الماده مديالك فوق بكام؟ 40 ايه؟ جرام.
ماشي يا مستر. كتلة المول من مادة اسمها نترات الأمونيوم NH4، أدي أمونيوم نترات NO3. طب يلا بينا نحسبها. الإناية 14، 4H يعني 4 في 1. الناية كمان 14، 3O 3 في 16 مشهورة بتطلع ب 80 صح؟ 80 جرام لكل مول، يبقى 40 على 80. التركيز بكام؟ بربع مولاري صح؟ قلت لي صح. مستر ايه؟ انا دلوقتي اصبح معايا التركيز بس الحجم مش معروف. مش انت عاوز الحجم؟ هقسم نص على ربع، نص على ربع، اصبح حجم المحلول الناتج كام لتر؟ 2 لتر. اللي فات ده كده يا باشا ما افتكرش ان في حد قاعد عنده مشكله فيه صح؟ حد قاعد يجي له مساله زي دي ويغلط فيها ولا تعويض مباشر؟ المسائل دي بنسميها مسائل التعويض المباشر بتاع التركيزات. صعبه؟ فيها مشكله؟ خد بالك بقى من اللي جاي. الأبلة اللي قاعده ورا بيقول لك لو لقيت في المسألة كلمة أيونات، هنا بقى يا باشا الموضوع ما ينفعش يعدي معاك مرور الكرام. لقيت في المسألة كلمة إيه؟ أيونات. كده الموضوع يا جماعة بيختلف. يعني عايز تقول يا مستر عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن المعلومة دي أصلا أنا أكدت عليها يوم الجمعة بس هقولها تاني. هو لو أنا غيرت لك رأس المسألة هنا بص كده، بدل ما أقول لك احسب تركيز المحلول الناتج قلت لك احسب تركيز أيون الكبريتات. لا استنى، أو احسب تركيز أيون الصوديوم. لا استنى، ده الموضوع هيختلف. أنت بدل ما هتخليني أشتغل على تركيز المادة كله، أنت هتشغلني على حتت من المادة. هتشغلني على إيه؟ أيونات جاية من المادة. طب عشان يا مستر اشتغل على مسألة فيها كلمة أيونات هتعامل ازاي؟ لازم اعمل نسبة وتناسب بين المادة وأيوناتها. لازم اعمل ايه؟ بين مين ومين؟ المادة وأيوناتها. بالدماغ وبالعقل ومش عايز واحد غشيم. بمعنى ان الأيونات ممكن تجي لي مرة معطى وممكن مرة الأيونات تجي لي ايه؟ مطلوب. ممكن يجي يقول لي احسب تركيز الأيونات، أو ممكن يجي يقول لي إذا علمت أن تركيز الأيون كذا بكذا. يبقى كده بدأ يستخدم لفظ جديد في قلب المسألة. لفظ إيه؟ أيونات. لفظ إيه؟ أيونات. وممكن يبقى الأيون معطى في قلب المسألة، وممكن يبقى الأيون تركيزه مطلوب في قلب المسألة. اقرا كده المسألة الرابعة. احسب إيه؟ تركيز أيونات الصوديوم وتركيز أيونات الكربونات. هنا مش عايز تركيز المادة، ده هنا عايز تركيز أيوناتها اللي جواها. الأيونات اللي جواها. تعليق إقساط. أمال ما مالك شايل الهم كده ليه؟ تفرد ظهرك، افرد ظهرك كده أهو وركز معايا. طيب مستر إيه؟ أنت دلوقتي بتقول لي احسب تركيز الأيونات، يبقى كده أصبح تركيز الأيونات إيه؟ مطلوب. طب بص كده الخمسة دي. تركيز أهو بص، لعمل محلول تركيز أيونات الكلوريد جواه بتساوي 75 من 100 مولر. يعني إيه؟ يعني أصبح تركيز الأيونات دلوقتي إيه؟ معطى. يبقى مسألة كان تركيز الأيونات مطلوب، مسألة تركيز الأيونات معطى. يبقى المسألة بدأ يخش فيها لفظ أيونات إما بالمعطى أو بالمطلوب. فأنت لازم تكون عندك المهارة إزاي أبدأ أتحرك من المادة للأيون ومن الأيون للمادة. وبالتالي هدربك مرة التانية التالتة على إزاي تروح للأيونات وإزاي ترجع من الأيونات، بشرط إن أنت تطلع لي نسبة وتناسب مظبوطة. أنا لما بسمع كلمة أيون الجنونة بتشتغل، بقوم جاري على وساحب وشايل مركب إيه؟ نصين. كم مول من أيونات الصوديوم؟ كم مول؟ كم مول من أيونات الكبريتات؟
بيتكتبوا ازاي؟ الرقم ثم الرمز ثم الشحنة. عشان تكتب كيمياء نظيفة ليه؟ الرقم ثم الرمز ثم الشحنة. الرقم هنا يا باشا بتاع الصوديوم كام؟ 2. يبقى أنا معايا 2 مول من الصوديوم اللي على صورة أيونات وشحنته موجب 1. يبقى كده مصر المادة دي كل 1 مول منها بيطلع 2 مول أيونات صوديوم. كل 1 مول منها بيطلع 2 مول أيونات صوديوم. حلو؟ أما الكبريتات جوه بكام؟ ب1. ما لاقيش واحد بيقول لي 4 ولا هي على بعضها اسمها كبريتات. يبقى أنا معايا 1 مول من أيونات الكبريتات. 1 إيه؟ من أيونات الكبري. 1 مول من أيونات. يبقى المادة دي جواها تحتوي على كم مول أيون؟ تحتوي على كم مول أيون؟ متوزعين ازاي؟ 2 من حق ايونات الصوديوم، 1 من حق ايونات الايه؟ الكبريتات. مش عايز واحد دماغه تبدأ تودي في حتت غريبة. يعني يا حبيب قلبي المادة دي أول ما بتنزل المية بتعمل كده. طلعت كم حتة؟ طلعت كم حتة؟ طلعت كم حتة؟ ال3 دول جايين من مادة ايه؟ واحدة. يبقى أنا لو اتكلمت معاكم كلكم على بعض انتم حاجة واحدة اسمها كبريتات الايه؟ الصوديوم. بس ده بره المية. أول ما تنزلوا في المية كل أيون يروح في حتة. مش أنت خدت حاجة في العلوم المتكاملة اسمها طاقة الإماهة أو طاقة الإذابة أو حاجة اسمها طاقة الإبعاد ولا ما خدتوهاش؟ ما خدتوهاش؟ خدتم ازاي الملح بيتفكك في الميه، ازاي جزيئات الميه بتحيط الايون السالب وازاي بتحيط الايون الموجب وازاي بتبدا تبعدهم عن بعض. على العموم دي ماده واحده صح؟ لما تيجي تتقسم هتطلع كام ايون صوديوم؟ بص اهو 2. وكام ايون كبريتات؟ 1. بص بقى كده. يبقى الماده لو كان تركيزها 1 مولاري هتطلع من الصوديوم 2 مولاري. وهتطلع من الكبريتات 1 مولار. عشان هنا النسبة 1:2. أما النسبة هنا 1:1. يعني إيه يا مستر؟ يعني المادة دي لو كان تركيزها إكس مولر هتطلع من الصوديوم 2 إكس وتطلع من الكبريتات إكس. ليه؟ بص يا باشا على عدد المولات ما تسرحش. النسبة هنا 1:2. فلو أنت إكس تبقى أنت 2 إكس، ولو أنت 1 يبقى أنت 2 مولر، ولو انت نص مولر يبقى انت 1 مولر، ولو انت ربع مولر يبقى انت نص مولر، ولو انت تلت يبقى انت تلتين، والدنيا تفضل ماشيه نسبه وتناسب. صعبه؟ لكن النسبه هنا 1 إلى ايه؟ فلو انت نص مولر انت نص مولر، ولو انت 1 مولر انت 1 مولر، ولو انت تلت مولر انت تلت مولر، عشان النسبه 1:1. يبقى انا بعد ما بطلع الماده بأينها وبعمل نسبه وتناسب بين عدد مولات الماده وعدد مولات ايوناتها. بين عدد مولات المادة وعدد مولات أيوناتها. وبكده يا مستر أنا دلوقتي ممكن أسوحك، أديك مرة المعطى تركيز المادة، وممكن مرة تانية المعطى تركيز أحد الأيونات. الأيونات ممكن معطى أهي، ممكن إيه؟ وممكن إيه؟ مطلوب. الأيونات أهي الأيونات أهي ممكن مرة معطى وممكن مرة الأيونات إيه؟ مطلوب. بص بقى يا باشا هشغل النسبة والتناسب إزاي. افرض المعطى من مادة اسمها كبريتات الصوديوم كان تركيزها نص مولر. النسبة هنا 1 إلى كام؟ فلو أنت 1 يبقى أنت 2، يبقى لو أنت نص يبقى أنت 1. تعرف أنا عملت إيه؟ بص كده ضربت نص في 2 قامت مطلع لي ايه؟ 1. بص النص ضربت في 2 قامت مطلع لي 1. طب النسبه هنا كام الى كام؟ فلو انت نص انت برضو ايه؟ عارف جت ازاي؟ بص ضربت النص في ال1 قامت مطلع لي نص. وصلت؟ يبقى انا شوف بقى بطلع من ايه؟ بطلع من الماده اضرب في عدد المولات اجيب تركيز الايون. بطلع من الماده اضرب في عدد المولات اجيب تركيز الايون. ماشي؟ طب انا ينفع ارجع بالعكس؟ فلو انا اديتك دلوقتي تركيز الايون، الحاله الاولى انا كان معايا تركيز الماده، جبت تركيز الايونات.
انا دلوقتي معايا تركيز احد الايونات وليكن بكام؟ وليكن يا مستر بنص مولر. ده كده معطى اهو. مش انا وانا رايح كده كنت بضرب؟ يبقى وانا راجع كده ايه؟ يبقى النص على الاتنين فيها الربع. رجع كده بص. طب نص او ربع في 2 بنص. نص على الاتنين بربع، لان النسبه كام الى كام؟ فلو انت ربع جنيه انت نص جنيه، صح؟ لو انت نص جنيه انت جنيه. يبقى انا بحافظ على النسبه ولا مش بحافظ على النسبه؟ بحافظ على النسبه. طب يلا، مش النسبه هنا 1 إلى 1؟ يبقى لو انت ربع مولر انت برضه ربع مولر. واحد قاعد مركز يقول لك كده عبديع عمل معايا لقطه جميله. مره اداني تركيز الماده وطلع منها على تركيز الايونات، مره اداني تركيز احد الايونات. بص، جاب تركيز الماده ورجع جاب تركيز الايون الاخر. بتنامي يا كادي، قسما بالله بتنامي. تعالي بقى في جنبي كده اهو وركزي معايا. واخد بالك من المعطى؟ واضحه ايه؟ عشان لما تيجي ترجع للحصه تاني تعرف انا كنت بادئ منين. إيه؟ وصلت دي؟ تعالى نفترض انها ما وصلتش. اداه واحده كمان، اداه واحده كمان. اين دي؟ بسمع كلمه ايون بتجنن، بمسك المركب اقسمه. كام مول ألمونيوم؟ تقول لي يا مستر أنا معايا شوف الكتاب 1 مول أيونات ألمونيوم موجب 3، ومعايا 3 مول أيونات كلوريد سالب 1. كده أنا عملت إيه في المادة؟ أينتها. كده الواحد مول من المادة بيطلع كم مول أيون؟ 3 من نصيب الكلوريد، 1 من نصيب الألمونيوم. كده أنت تبدأ تفهمني وتبدأ تتكلم بقى. فلو انت كان تركيزك اكس يبقى انت تركيزك زي العسل. كده انا ممكن اشتغلك مرتين، ممكن مره اديك الماده وممكن مره اديك احد الايونات. طب افرض انا اديتك تركيز الماده هنا 1 مولاري، يبقى ده كام مولاري؟ يبقى ده كام؟ وممكن ابدا من هنا مره اديك 75% مولاري. مش انا وانا رايح كنت بضرب بص 1 في 1 ب1، 1 في 3 ب3، بس لو 3 على 3 ترجعني 1، 1 على 1 يرجعني 1. طب انا معايا 75 من ايه؟ 75 من 100 على 3 ترجعني ربع، صح؟ طب النسبة هنا كام إلى كام؟ فلو أنت ربع يبقى أنت كمان. تعالى كده نروح ونيجي عليها، بص كده. ربع في 1 بربع، ربع في 3 75 من 100، 75 من 100 على 3 بربع، 25 من 100 على 1. روح زي ما أنت عايز رايح جاي. يبقى أنا كده علمتك حاجتين: أديك تركيز مادة تطلع تجري تجيب تركيز أيونات، أديك تركيز أحد الأيونات تجري تجيب مادة والأيون الآخر. كل 1 مول من كبريتات الألمونيوم يطلع كام مول ألمونيوم؟ يبقى تقول لي معايا 2 مول من Al موجب 3 زائد 3 مول من SO4 سالب 2. صعبة؟ كده المول من المادة دي بيطلع كام مول أيون؟ بيطلع كام مول أيون؟ ليه 5؟ لأنه طلع 2 من الألمونيوم وطلع 3 من الكبريتات. صعبة؟ كده يا مستر أنت فهمت اللعبة بقى. فلو أنت معاك إكس مولر يبقى 2 إكس مولر يبقى 3 إكس مولر. والله العظيم 3 بنستخدم الطريقة دي في ثالثة ثانوي في حتة اسمها مسائل حاصل الإزالة. دور عليها على اليوتيوب، دور عليها في أي حتة، اسأل أي حد زميلك في ثالثة ثانوي، قسما بالله في ثالثة ثانوي في الباب الثالث. يلا يا عم. أنا ممكن مرة أديك تركيز المادة نفسه وليكن ربع مولر. حلو؟ وممكن أديك تركيز أحد الأيونات وليكن تلت مولر. رايح بضرب ربع في 2 بنص، ربع في 3 3/4، نص يعني 5/10، 3/4 يعني 75 من 100. صعبة؟ طب أنا راجع هقسم أو خليها تلتين عشان تبقى أرقامك لذيذة عشان تنجز معاك. تلتين على 2 ترجع تلت.
تلتين على الاتنين ترجع تلت. طب انا عايز اللي هناك 1/3، يبقى انا هضرب دي في 3. تلت في 3 بواحد. واحد ايه؟ مولان. تيجي يلا نروح ونرجع عليها كده نشوف القصه ماشيه ازاي. تعال بص كده. تلت في 2 بتلتين، تلت في 3 بواحد، 1 على 3 بتلت، تلتين على الاتنين تلت. ما هو تلتين شيل 1 يتبقى تلت 1. هيبقى انا دلوقتي يا مستر عرفت ايه؟ عرفت ازاي بروح وباجي على الطريقه اللي قدامي. يبقى حبيب قلبي اهو، انا دلوقتي اتعلمت حاجه، ازاي من تركيز الماده اجيب تركيز الايون، وازاي من تركيز الايون اجيب تركيز الماده. السؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ احسب تركيز. انا بقى مش عايز واحد قاعد سرحان. الدرس ده اصلا نازل لك عليه اسئله جامده جدا في التقييم بتاع شفت الفايل بتاع PDF بتاع المدرسه؟ مش بينزل لك فايلين؟ اداء منزلي وعندك تقييم اسبوعي. الاسئله اللي نازله على الدرس ده في الاداءات المنزليه والتقييمات الاسبوعيه اسئله تقيله بصراحه، واللي يقول غير كده بصراحه حرام عليه. اسئله تقيله جدا. يكفي السؤال الاول في الاداء المنزلي عامل محدد وفي نفس الوقت محاليل في نفس الوقت. 4 بيقول لك ايه؟ احسب ايه؟ تركيز ايونات الصوديوم وتركيز ايونات الكربونات. يا ابني انا مش هعرف اجيب تركيز الايو من غير ما اجيب تركيز. طب اجيب تركيز الماده ازاي؟ لا ده انا اروح فيك السجن اهو من القانون معايا. طب يلا نعوض. قلت لي يلا نعوض. بقول لك انا عايز تركيز كربونات الصوديوم، يبقى كتله ماده على كتله مول بيساوي تركيز في حجم، صح؟ يلا سمعني. يبقى كتله ماده ها على كتله ها بيساوي مين في مين يا شباب؟ ام في ايه؟ بالهداوه ومش عايز تشنجات. الماده اسمها اللهم صل على النبي كربونات الصوديوم، يعني رمزها Na2CO3. تعال نعوض يلا. 2 في 23 زائد 12 زائد 3 في 16. صليت على النبي؟ تطلع الحسبة والمعجنة دي كلها كام جرام لكل مول؟ 106. كلامك مظبوط. يلا كتلة المادة مديالك فوق بكام؟ كتلة المول انا وانت حاسبينه بكام؟ الامايه انا عاوزها، ما هو بيقول لك احسب تركيز، التركيز لسه هجيبه. اما الفي هتتحول ولا جاهزه؟ 1 وايه؟ كده اصبح بص بص بص. اذا تركيز محلول Na2CO3 ده كده تركيز الايونات ولا تركيز الماده نفسها؟ تطلع نص على 1.5 تلت. ما هو نص على 1.5 تلت. ويسيب المسألة ويمشي يلاقي نفسه ناقص. ناقص ليه؟ هو مش عاوز تركيز المحلول، تركيز الأيونات اللي جوه المحلول. أقوم بقى أعمل اللي أنا لسه معلمهولك، أمسك المادة وأينها. أنتِ أصلا اسمك إيه؟ Na2CO3. بص شوف هقول لك إيه. كل 1 مول Na2CO3 هيطلع 2 مول Na موجب 1 CO3 سالب 2. التاتش الأخير بقى، اللعبة الأخيرة. هو أنا هنا أصلا مطلع تركيز المحلول نفسه بكام؟ فلو أنت كان تركيزك تلت مولر اضرب في 2 يبقى تلتين مولر، اضرب في 1 يطلع زي ما هو. بقول لك ايه؟ اقرا كده اول حاجه. احسب تركيز ايونات الايه؟ اهي. احسب تركيز ايونات الايه؟ الكربونات. طب ما هي. يبقى المساله زي دي ولا زادت عليها خطوه؟ صعبه؟ ما افتكرش ان في حد قاعد يستصعب الموضوع، لان عملتها مره، الثانيه، الثالثه، ادي الرابعه. في مشكله هنا؟ طب شغل ده واقرا اللي عليها الدور. مش عايز واحد يهجم، مش عايز واحد يهجم. بص كده بعينك. احسب ايه؟ يبقى الفي مجهوله.
الناتج من اذابه 30 جرام من حاجه اسمها كلوريد الايه؟ يبقى كلوريد الالومنيوم هو اللي يخصه ال 30 جرام. طيب اما بالنسبه يا مستر لتركيز ايونات، ثواني، هو اداك تركيز ايونات مين؟ اداك تركيز ايونات مين؟ لا استنى، تركيز ايونات الكلوريد. طب هو لما يبقى معاك تركيز ايونات الكلوريد، هو انت اصلا معاك كتله الكلوريد؟ لا. طب انت معاك حجم المحلول اللي ناتج من الكلوريد؟ لا. هو انت هنا يا باشا مش الكلام ماشي معاك ان الكلام كله فوق عن كلوريد الالومنيوم، وفجاه لقيت الكلام قلب على تركيز ايونات مين؟ الكلوريد بس. فكده الكلام، انت بتنام يا اسطى؟ ده القلم وقع. خليك معايا عشان خاطري، عشان خاطري، سيبه مش عايز، عشان خاطري خليك معايا، عشان خاطري، والله مهنه صعبه. نرجع لموضوعنا تاني، مش هنخرج، مش هنقول اي حوارات جانبيه، انت شايف كده صح؟ الشغل هنا كله على كلوريد مين؟ يعني الكتله كتله كلوريد الومنيوم، المول من كلوريد الالومنيوم، بس الراجل عمل معايا عقده نقص، بدل ما يديني تركيز كلوريد الالومنيوم اداني تركيز ايونات كلوريد. قلت له هو انت فكرك ان كده هعطل؟ هعمل ايه؟ نسبه وتناسب بين الماده وايو، اقوم واخد ايون الكلوريد ومستنتج تركيز المحلول كله. صعبه؟ يبقى انا هبدا بالقانون كتله ماده على كتله مول بيساوي، ولا ابدا بالنسبه والتناسب؟ يبقى هي مش اسطمبه، انت تقرا كويس وتشوف انا هبدا بايه. مستر نعم، انا ما يلزمنيش تركيز ايونات الكلوريد دي، انا عاوز تركيز كلوريد الالومنيوم، صح؟ يبقى كل 1 مول من AlCl3 هيطلع 1 مول Al موجب 3 و3 Cl سالب 1. المعطى من مين؟ من الكلوريد، تركيزه 75 من 100 مولاري. قلت لي بس هقسم على الكام؟ 75 على 3 يطلع ربع. ربع ايه؟ بس الحمد لله على السلامة، ده اللي انا هشتغل بيه. كده اصبح معايا ال AlCl3، معايا كتلته، معايا المول منه، معايا تركيزه. اجيب حجم وبكده يا مستر يبقى الموضوع انتهى في ثانية. يبقى تقوم قايل لي ايه؟ كتلة مادة على كتلة مول، الكلام ده يساوي الام في كل ده يخص كلوريد الالومنيوم اللي هو AlCl3. يلا نعوض ونجيب كتلة المول منه. خلي ده معاك، ما تشوفوش في المقر. الالومنيوم هنا بكام؟ 27. 3 Cl يعني 3 في 35 ونص. 3 في كام؟ 133 ونص. دي كتلة مول، يبقى جرام لكل مول. يبقى كتلة المول هنا بكام؟ 133 ونص. كتلة المادة مدالك فوق بكام؟ 30. بيساوي التركيز 75 من 100 ولا ربع؟ أنا عايز تركيز محلول كلوريد الألمنيوم ربع في فوليوم اللي أنت عايز. بص اللي هيطلع من هنا هقسمه على الربع. الفي طبعا هتطلع باللتر. تطلع كام لتر يا باشا؟ كم؟ 198 من 1000. 898 من 1000. ممكن أقول كلمة واقفة في زوري؟ ممكن نقول كده تقريبا 9 من 10 لتر. تلاقي واحدة بتقول لك لا هتكتبها 89 من 100. يا بنتي ما هو فاضل 2 من 1000 عشان تبقى 9 من 10 لتر، يعني ما تبقيش كده. يعني اكن واحد مثلا جاب في الثانويه العامه ايه 99 علامه 9998، يعني تقريبا الراجل ده جاب ايه 100%، تقريبا جاب 100%. يبقى انا هيبقى قلبي تقريبا حجم المحلول اللي طالع كام لتر؟ ها 9 من 10 لتر. فهمت اللعبه؟
فهمت القصه؟ يبقى اول 3 دول مسائل ايه؟ مباشر. لكن لما بدأ يدخل لي قصه الايونات بدأت اركز، هو عاوز تركيز الايونات ولا مديني تركيز الايونات؟ ومنها ابدأ استفيد. صعبه؟ تعالى نفهم يعني ايه تخفيف. بالهداوه بقى وافرد لي ظهرك ومركز معايا. فهمت التخفيف هتحل التخفيف صح. طب هو اصلا التخفيف صعب؟ اقسم بالله العظيم ابدا ابدا. يعني من امتع المسائل اللي المفروض انت تشتغل عليها بمنتهى البساطه. ازاي؟ هقول لك ازاي. لو انت معاك كوبايه نصها مليان ميه، يعني هشرح على الشاي لاجل بس ان انت يعني شفته كتير واتعاملت بيه كتير. بالهداوه، لو انا جيت قلت لك انا جيت لقيت مثلا في مره من المرات كوبايه الشاي دي نصها مليان بالظبط، وانا قررت ان انا اكتر حجمها، يبقى انا هضيف ايه؟ ميه. طب بالهداوه، في الاول كان حجم الميه قليل واللون البني المحمر ده ايه؟ واضح، واضح قوي. اللون اللي هو العسلي ده ايه؟ واضح. لكن لما ابدا اجيب شويه ميه واكتر هيبدا حجم الكوبايه بتاعتي شيء ايه؟ حجم جوه المحلول هيبدا يزيد، واللون هيبدا يقل 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 لحد ما يختفي. صح؟ صح كده يا باشا. وانا بعمل عمليه تخفيف، وانا بعمل عمليه ايه؟ تخفيف. زودت ايه وقللت ايه؟ زودت الميه يعني زودت حجم المحلول وقللت التركيز. زودت الحجم وقللت، زودت الحجم وقللت. طب هل كتلة الشاي اللي جوه اتغيرت؟ زادت؟ قلت؟ والله العظيم نفس نص المعلقة اللي انت كنت حاططها لسه راقدين تحت في قلب الكوباية، لا زادوا ولا. بس عشان يبقى الكلام صح اكتر انا عايز اتكلم عن محلول زي السكر. فلو انا معايا نص كوبايه ميه حطيت فيها 10 معالق سكر وقلبت قلبت 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 لحد ما دابوا كده، يبقى المحلول ده محلول ايه؟ مركز. تركيز السكر فيه عالي والحجم. طب انا عايز اخفف طعم السكر، ازود فحجم المحلول يبدا والطعم يبدا يبقى عند التخفيف يزداد الحجم ويقل التركيز. يزداد حجم المحلول ويقل تركيز المحلول. منطقية ولا مش منطقية؟ منطقية. مش انت يا ابني دارس في الفيزياء، ولا بلاش فيزياء ما تجيش معاكوا سكة. مش انت لما بتيجي في الاعدادي في علوم اعدادي اي كميتين مضروبين في بعض يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية؟ اي كميتين مضروبين في بعض العلاقة بينهم علاقة؟ فانا بقول لك الحجم ايه؟ زاد، يبقى اكيد التركيز هيقل. طب كتلة السكر في نص الكوباية لما انا زودت الكمية ايه اللي حصل لها؟ كتلة السكر جوه ايه؟ هل اتغيرت؟ اقسم بالله ابدا. وطالما الكتلة ثابتة يبقى عدد مولات المادة المذابة ثابتة. مش السكر كتلته ما زادتش وما قلتش؟ واخد بالك؟ في فرق ما بين ان الكتلة تتغير والكتلة تثبت. كتلة تتغير يعني انت جبت معلقة سكر كمان وحطيت وقلبت، كده انا غيرت الكتلة. لكن انا بس زودت الايه؟ المية، فالحجم زاد والتركيز قل، لكن كتلة السكر جوه تفضل ثابتة، وبالتالي عدد المولات بتاع السكر يفضل ايه؟ ثابت. يبقى عند التخفيف نقط يزيد، نقط يقل، نقط يثبت. يزداد الحجم، يقل التركيز، ويثبت عدد المولات. يثبت ايه؟ يثبت ايه؟ خد بالك من يثبت عدد المولات دي لانها هي اللي هتخليني احل اصلا المسألة. يثبت عدد المولات. اهدى بقى ورق لها. ومن هنا يلا بدأت افهم يعني ايه تخفيف. عامل حبيب قلبي كده زي
القيمة والمقدار الثابت أنا عمري ما هتحرك مهما تخفف عدد مولاتي جوه أنا كمذاب ثابتة. مهما تخفف عدد مولاتي جوه أنا كمذاب هتفضل إيه؟ ثابتة. مهما تزود مية، مهما تكتر حجم المحلول، هتفضل عدد المولات إيه؟ ثابت. فاستغربت قوي، هو يا جماعة مش عدد المولات ده بيساوي ام في في؟ طب ازاي الفي بيتغير والام بيتغير بس حاصل ضربهم مقدار ايه؟ ليه حاصل ضربهم مقدار ثابت؟ مش حاصل ضربهم هو عدد المولات؟ مش عدد المولات فوق على الشمال ايه؟ ام في في. طب ازاي الام بيتغير والفي بيتغير بس عدد المولات مقدار ايه؟ ثابت. قلت لي لا ده الموضوع فيه ان. ليه بقى؟ هو احنا مش بنقول الحجم بيزيد والتركيز ايه؟ يبقى المفروض عدد المولات تتغير. قال لك اصل انت افهم، لو الحجم زاد الضعف يقوم التركيز يهبط ويقل النص. يقوم لما تضرب الضعف اللي هو 2 في النص اللي هو 1/2 يطيروا بعض، يفضل عدد المولات يا ولاد الايه. اما لو الحجم زاد 3 أمثال يقوم التركيز يقول له مش انت بتعلى 3 أمثال، انا قل التلت. فلما انا انزل التلت، تلت في 3 يطيروا بعض ويفضل عدد المولات ثابت. ده زاد 4 أمثال ده يقل الربع، ده زاد 10 مرات ده ينزل العشر، وتفضل ده طالع والتاني قصاده نازل. فتفضل عدد المولات ثابته. عامل زي الراجل اللي هيجي يقبض في اخر الشهر جمعيه. الاتنين دول اخوات، انا متفق معاهم ان انا هقبض اخر الشهر 1000 جنيه، انت 500 جنيه انت 500 جنيه، بره عني بقى اي حوار يحصل، انا ليا في اخر الشهر يجي لي كام؟ 1000. فجيت اخر الشهر ده بيقول لي انا معيش غير 200 جنيه، قلت له ماليش دعوه اخوك يشيلك. يوم اخوك يدفع الكام؟ ال 800. كده كده انا وصلني نفس الايه؟ ال1000، بس مش متوزعين مظبوط، مش متوزعين 500 500، لا ده 200 800 او 300 700 او 400 600 وهكذا. يبقى عدد المولات له في الاخر انه يطلع مقدار ثابت. والله بقى الحجم زاد كذا، انت كتركيز عوض الزياده في الحجم، بحيث لما نضربهم هما الاثنين في بعض يديني حاجه ثابته. صعب اللي بقوله؟ ومن هنا احل اي مساله تخفيف. ان مهما خفف عدد المولات ثابت. ان مهما خفف عدد ان مهما خفف عدد المولات للمره الاخيره، عشان ده اصل القاعده واصل القانون. ان مهما خفف عدد المولات يعني عدد المولات قبل التخفيف بيساوي عدد المولات بعد التخفيف. يبقى من هنا يا مستر تثبت عدد المولات، عملت تساوي قاعده اهي، وهي ان عدد مولات قبل التخفيف بيساوي عدد مولات بعد الايه. واحد قال لي يا مستر طب وقانون عدد المولات بيساوي ايه؟ قلت له اي عدد مولات ليها علاقه بمحاليل ام في في. اي عدد مولات ليها علاقه بمحاليل ام في في. فواحد قاعد مش مركز يقول لك طب ما دي ام ودي ام ودي في ودي في. قلت له لا، قبل التخفيف حجم صغير تركيز عالي. حجم ايه؟ تركيز عالي. اما بعد التخفيف حجم كبير تركيز صغير. عكسوا مع بعض ولا ما عكسوش؟ عكسوا. بس عشان الحجم الاولاني مش زي الحجم الثاني، ولا التركيز الاولاني زي التركيز الثاني، فبنسميه ابتدائي ونهائي زي الفيزياء كده. مش انت عندك الزمن النهائي T2، الزمن الابتدائي T1، او ساعات بيسموه T0 تقريبا، حاجه زي كده صح؟ امال ايه T0 ده؟ انا عارف بقى اسمه ايه. المهم ده اسمه V1 M1، اما ده V2 M2. يبقى تقدر تقول لي ما هو قانون التخفيف؟ M1 V1 بيساوي M2 V2. M1 V1 تخص قبل التخفيف، تركيز عالي وحجم
اما ام 2 في 2 بعد ابو حجم وتركيز. كده كده لما اضرب دول في بعض تديني قيمه، لما اضرب دول في بعض تديني نفس القيمه. ومن هنا حل اي مساله تخفيف. بس خد بالك عشان انت اخويا وحبيبي الصغنن اللي بحبه. في 2 ده اهي ان ما خدتش بالك منها تزعل وتجيب ناس معاك تزعل. في 2 مش الحجم اللي انا ضفته،